الصلصة اللي بنشتريها من السوبر ماركت ولا الصلصة اللي بنعملها في البيت؟ وهل يا ترى في فرق كبير بينهم؟ فتعالوا كده اقول لكم ازاي تعملوا صلصة الطماطم البيتي نفس لون وقوام صلصة المصنع بالظبط. عايز افكركم ان ده الجزء الثالث من سلسلة تخزين الطماطم. في الجزء الاول عملنا لكم الطماطم المجمدة، وفي الجزء الثاني عملنا لكم الطماطم المجففة، وده طبعا الجزء الثالث تخزين الطماطم كصلصة. اهم حاجة صلي على النبي واعمل لنا لايك وسبسكرايب، ويلا بينا اقول لك الخلاصة. اول حاجة لو بصينا على الصلصة الجاهزة هنلاقي لونها غامق، واللون الاحمر فيها بيكون مبالغ فيه، وده طبعا عشان الالوان الصناعية اللي بيضيفوها على صلصة المصنع. واكيد طبعا حضراتكم عارفين اضرار الالوان الصناعية على صحة الانسان. تاني حاجة بيتضاف عليها مواد حافظة، وده هيأثر على الطعم وكمان على الصحة. اما بقى الصلصة البيتي هتلاقيها طبيعية باللون الاحمر الطبيعي والقوام المتماسك عكس المصنع تماما. طبعا في مصانع كتيرة جدا بتنتج الصلصة بطرق صحيحة 100%، لكن طبعا في مصانع بتستخدم الطماطم البايظة وحاجة كده في منتهى قلة الضمير. المهم اعملوا الصلصة في البيت علشان تحافظوا على صحة عيلتكم. فيلا بينا نبدأ بالخطوات. هتنزلوا تجيبوا الكمية اللي انتم محتاجينها.